سلاح عصابات مافيات وحبوب، مش عم بسمع بالاخبار غير هيدا مطلوب. كنت شوف هالقصص واحضرها بالطفولة، يسردوا الشباب على الفيلم ويجوا لعندي ويحكولي شفتوا كيف عوض. كان اخر همه الجيش نسرد بخيالنا مفكرين انه حي اسمه حباش. وماضيك شقارك اكتيرنا ومرفع بوش الكاس، يا مشاريت الكتومة بعرف اني استاذ، بس ما بعطي درس خصوصي مع انه ذوقي صعب. بس بيعجبني الشعب الروسي البلوسي نص بطل، وعلى طبعة اللطاع خيريني ما في بوسي كترة شوية فندتان. شو بيكي ليه سالتي عم بحكيك الحياة ما تفقسيني، هم شريط تتركيني سارد على الموسيقى. مين فينا ما سمع راب بحياته؟ فهلا والله طوروني، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم حمزة، رجعت لكم مقطع جديد، واليوم حنحكي عن رابر اكيد كلكم سامعين فيه، واذا مش سامعين فيه سامعين عنه او سامعين غنية من اغانيه. هو رابر لبناني، بعد ما عرفتوه طيب حاترككم دقيقة تعرفوه، حطوا لي بالكومنت اذا عرفتوه ولا لا. دقيقة كتيرة. مزبوط، معك حق، الرابر اسمه ابو الوفا. نزل لي الانترو. نسيت لكم، اذا انت اول مره بتحضر القناه نزل حط لايك، اعمل سبسكرايب تتصير من جيش الجي اف. ويلا خلونا نبلش بالمقطع. لما كان الراب باوله كانوا اللي بيغنوا راب بينعضوا على الاصابع، مش مثل هلا بتلاقي الولد نزل من بطن امه بده يغني راب، وهو يا ريت بيغني راب، هو عم بينشز. وانا متاكد انه 90% من اللي كانوا يسمعوا راب بطلوا يسمعوا راب بس من ورا هالولاد. بال 2012 كان عندنا ناس اساطير بالراب مثل ابو ليلى. من يوم موعد عالدنيا فات عكسب لحولي، والدتي كانت تشتغل عم بين طلب من الدولة. بصبوص دايما في عندكم عيد يسالوني هن واماتهم، لا دايما انت وحيد ولا تيابك هن ذاتهم، استحي منهم شو بدي خبرهم عن الحياة. ما امبارح رحت ما لقيت امي واخواتي بالبيت، شو بدكم بهالسيرة لعبولي مع كل دقيقة غميضة بدي اتخبى من الحقيقة. بدي كون تلميذ ناجح، بدي كون انسان واضح، كان بدي كون مثل كل هالولاد، ما كان بدي غني ولا بدي حدا يسمعني، من مكاني غار مني ويسدني للظلم كلش. بعدني ذاكر اول ما فتحت عيوني وشفت حياتي وين كبتني، كاني دقت الفقر قبل ما استطعم باول لقمه. مش من شأني كان اتدخل بس هالواقع هيك انحط، كيف بده يكون الجوع كافر اذا الفقر ما قاله رب. عظهري انحط مسؤوليه مش بايدي او بارادتي، كنت ابلع مشاكلي وبرضه كانت نام على معدي فاضي. بيي كان عاطي على العمل والاصعب بوقتها كنا انا وخيي بلا ام، بس الحمد لله بالواجب امنا. بعد نتذكر كيف كنا اولاد هالرصيف ننام بالظهر بس لننزل وقت الشمس تغيب. مش غريب صار الشارع نحنا مين صاحبي، بعده بيتذكرنا منيح. ما في شي هون كان بس عايشين احلام ليبرم هيدا الدولاب. كنا نتمنى صرنا بغير ايام، هلا وصلنا زمان بس اذا الشارع له لسان. بعدني ذاكر اول. واذا بتحبوا احكي عن رابر من اللي بتحبوهم من القدام حطوا لي بالكومنت، وان شاء الله حاحكي عنهم بحلقه تانية. وهلا بنرجع لموضوعنا. ابو الوفا، مين هو ابو الوفا؟ ابو الوفا بلش بال 2012 مسيرته بنجاح، ما كان عنده معدات، ما كان عنده شيء، بلش من الصفر باغاني جودتها مش هالواو بس معناها كتير حلو ورائع. واكيد لو كان قادر يعطي احسن كان اعطى احسن، بس حسب المعدات اللي كانت عنده. بعدها رجع عمل استديو صغير متواضع مثله. فهو على فكرة كتير انسان متواضع، اذا بينزل على الشارع ما بيستعمل اسم ابو الوفا، ما بيفرجي حاله انه هو مشهور، انه انسان متواضع مثلنا مثله بتحسوه. بيستعمل اسم محمد بساط، واذا بدكم بتروحوا هلا على الفيسبوك تكتبوا محمد بساط بيطلع هو ابو الوفا. فمثل ما قلنا هو انسان متواضع، كل اغانيه بيكتبها بايده، بلش من الصفر. من بعدها رجع عمل حادث وعمل غنية عن الحادث، حسمعكم شوي من الغنية. فجأة ما بعرف شو صارله، كسر علي بقوة شريط حياتي ما قدامي، شفت الدنيا عم بتطول، فتلت فيي فتل بالدركسيون، صرت معلق يا رب بعدني صغير، ما بدي تاخدني هلا هيك صرت ادعي، فوتت الشيخ بالغور، تمنيت عيش لنهار بس لا بطل شب صغوري، حبيت الحياة فجأة مع انه كنت ضلني سبها يا صاحبي، بس شوف الموت حياتك بتصير تحبها. بال 2013 نزل غنية اسمها محضر دولي، هالغنية تقريبا كانت سبب شهرته، حسمعكم هلا مقطع منها نرجع بنكمل المقطع. سلاح عصابات مافيات وحبوب، مش عم بسمع بالاخبار غير هيدا مطلوب. كنت شوف هالقصص
واحضرها بالطفولة يسردوا الشباب على الفيلم ويجوا لعندي ويحكولي شفتوا كيف قوص. كان اخر همه الجيش نسرد بخيالنا ومفكرين انه حي اسمه حباش، وكبرنا شوي شوي تحزبنا لطائفة او دين، وصار مبنى رومي بالنسبة لنا اوضة الجرادين. عشنا هالافلام ترجمناها لحقيقة وصرنا مطلوبين يا صاحبي يطبوا علينا كل دقيقة. شو هلا خسرك فرد خد مسار وجيب لي واحد تاني، قديه حقه خد بس بشرفك ما تنساني. واناني بالتابلو كل شي ممنوع عم ينرغب، ضلينا بقلب الشارع وتركنا مسرح بتسوى ذهب. قالوا لنا هيدا عصر جديد عم يتحول لبنان، خلي بالجيب بونت حديد والشفرة بالجزدان. كل يوم في سهرة كل يوم في نسوان، قال لي بيي عيش حياتك بس ابعد عن الادمان. وطبقت النصيحة وسمعت كلام بيي، ما كنت عارف انه وقتها اصحابي شهدوا علي قالوا لي غير اسمك حتى القصة تنطفى. قلت لهم بعمل لقب وبسمي حالي ابو الوفا، وفجأة اسمي اختفى. بطل حدا في يعرفني حتى ما يقدروا فيا اصحابي، صرت نام وفاتح جفني قالوا لي الدولة بدها تجيبك. طيب هاي الغنية اللي بحب يسمعها حط لكم اللينك بالدسكربشن، عليها الغنية 500,000 مشاهدة، بس هاي قناته القديمة، أنا حاط لكم قناته الجديدة بالدسكربشن. وأبو الوفا عمل كتير أغاني عن الحب مثل بحاجة لحنانك، قصة حب، إلا إنها بحبها، كذا غنية حط لكم كلياتهم لينكاتهم بالدسكربشن اللي بحب يفوت يسمعهم. وحتى ما نطول الفيديو كتير ححط لكم مقطع من غنية وحدة بس من هول الأغاني اللي قلت لكم عنهم. مش رح بلش غني هلا، بدي احكي اللي جواتي. يمكن قلبي صار معلق بانساني عبت حياتي، كنت متردد احكيها بس ما بايدي قلبي اختارها. طب ما صرت معلق فيها تعرف شو اسرارها، لما طلعت فيي ذاكرتي صارت محفوره. بدي ضل غمض عيني بس ترجع شوف الصوره. كلهم قالوا لي نسوانجي بس ما عرفوا السبب ليش، لان بعد ما لقيت البنت الصفات بصفات حباش. حبها تصير ادمان وتكون علي القاضي، تعيشني بجو الحنان تحبسني بقلبها انفرادي. كل البنات اللي عرفتها صاروا يشوفوني اناني، لان الحب اعطيتها اياه ما اعطيته لحدا تاني. تسكر بوجهي البواب ذكرى حلوه ما خلي، حسيت بطعم العذاب من بعد ما هي فلت. من بعدها انا فلت لحقتني لترجعني، وبطلت حياتي حلوه لان صار حبها بلا طعم صاحبي. انا بحاجه لحنانك، بحاجه اني انساكي، بحاجه اني ادعس عقلبي وكفي حياتي بلاكي. انت خليتيني احس ورجعتي اخذتي هالاحساس، طلع قلبك مثل الحجر. طب شو فرقتي عن هالناس؟ كنت بحاجه لحنانك وانت ما اعطيتيني هو، بس هلا مني بحاجه لانه صار عندي قوه. كنت الجواب عدت اسئله بحياتي، كنت الحدث الاساسي لكل ذكرياتي. بال 2014 نزل غنيتين، وحده اسمها فالنتاين نسوان، والغنية اخذت ضجة كتير مش طبيعية، بس الغنية زادت 18. ورجع نزل غنية تانية، واخر غنية هاي كانت نزلها بال 2014. وهلا بقلكن ليه، حاحط لكم مقطع صغير من احلام سعيدة، وبرجع بقلكن ليه وقف راب بال 2014 وليه هلا رجع للراب. احلام عم تراودني لما احط راسي عم خدي، اني قاعد بالجاكوزي والنسوان كل حد مليارات على الطاولة عم تتعبى بقلب اكياس، او اني ظابط بهالدولة عم بتحكم بهالناس. عم غني بمسلسل تركي عندي فرار ولامبرجيني، او مدير اكبر شركة 70 مرافق ليحميني. هيفا تطلب تحكي معي مع اني مني من جيلها، ما يا دياب بتدقلي سكر بوجها مش فضيلة. صوري من بيروت لصيدا ما تسألني صاحبي وين، ولا تجار العملة البيضة اعطيتهم دولار بسفران. عندي قصور من الماظ وبالذهب عم تتزين، صاحب اكبر بنوك بالعالم يعني دايم مش تدين. تعين ثابت معلومات وكم مش كل اللي عم بفجروا. اشتريت 3 ارباع لبنان والربع الباقي بدي اجر. صار بالساعة 5 الصبح ليش الوقت عم بسارع، فتح عيونه واكتشف اني بعدني بالشارع. مع هالغنية كانت هون نهاية مسيرته لأبو الوفا بال 2014. السبب هو انه حبيبته خيرته بين فنه وبين هي، فهو اختارها لإلها وتخلى عن فنه بس من ورا حبيبته. وهذا الشي فيكن تستنتجوه من غنية موجوع، حسمعكن الغنية ومن بعدها بتتأكدوا انه هو اختار حبيبته وضحى بفنه. وغنية موجوع هي نزلها من 6 اشهر، فحط لكم اللينك اللي لها بالدسكربشن، وحط لكم لينك ابو الوفا بالدسكربشن. فوتوا اعملوا له سبسكرايب لانه اكيد حيرجع ينزل اغاني، فكرمال تسمعوا اغانيه اذا حبيتوا وحبيتوا المحتوى اللي له. تتذكر الايام شو كنا مبسوطين، مش شهر او شهرين نحن عشنا حب سنين. معرفتي انا مين لهون وصلت معك، انا اللي سكت الكل بس لحتى اسمعك. ضحيت بفني وقتها قلتي رح يأذيكي، انا اللي بطلت غني بس لحتى ارضيكي. انت شو انت مين رح جاوب انا اسمعي، انت اللي دعستي ع قلبي لانه حبك بلا وعي. طيب هيك بكون وصلنا لنهاية مقطعنا. إذا عجبك المقطع ما تنسى اللايك سبسكرايب وشير، وتنشر المقطع بكل مكان. وإذا أنت بتحب الراب انشر المقطع بكل مكان لحتى غيرك يعرف عن أبو الوفا. ما تنسوا تروحوا عند أبو الوفا وتحطوا له من طرف جيش الجي اف، وتحطوا له بالكومنت وتعملوا له سبسكرايب. تنزلوا لعندي على الكومنت وتحطوا لي رأيكم بأبو الوفا، تكتبوا لي رأيكم كتير بهمني.
ومثل ما اتفقنا اذا بدكم اعمل عن رابر تاني كمان حطولي بالكومنت. وكان معكم حمزة، سلام. Hold me close till I get up.